في مشاريع طلعت بسبب عبقرية وفي مشاريع تانية طلعت بسبب صدفة، بس المفاجأة إنها غيرت العالم. فريق برمجة شغالين على لعبة اسمها جليتش بقالهم سنين وحاطين كل أملهم عليها، بس للأسف في الآخر اللعبة فشلت. مؤسس الشركة ستيوارت باترفيلد لاحظ إن في شات مميز قوي في اللعبة، فقرر يعمل منه ابلكيشن أساسي، وخلى التيم يشتغل على الابلكيشن دي ويطور الشات، وعمل ابلكيشن وسماها سلاك. والنهارده سلاك من أهم التولز اللي بتستخدم في البيزنس، وقيمة الشركة أكتر من 20 مليار دولار. مجموعة من العلماء كانوا عايزين يعملوا مادة تمنع الصدى في صواريخ القوات الجوية، وحاولوا أكتر من محاولة وكل محاولاتهم كانت بتفشل، لحد ما نجحوا في المحاولة رقم 40، وعشان كده سموا البرودكت بتاعهم WD-40. النهارده العالم كله ما يقدرش يستغنى عن المنتج ده، ولو كانوا يقسوا في المحاولة رقم 39 ما كانوش شافوا النجاح في المحاولة رقم 40. واحد شغال في شركة 3M بيحاول يصنع صمغ قوي جدا، وحاول محاولات كتير وكل محاولاته كانت بتفشل، وبيعمل صمغ ضعيف جدا بيتشال بالايد. وعدت سنين والموضوع اتنسى، بس في يوم من الايام واحد صاحبه كان عايز يلزق ورق عليه ملاحظات، ومش عايز يستخدم صمغ قوي عشان يعرف يشيلها تاني، فقال له ما تجيب الصمغ التعبان بتاعك ده نلزق بيه الملاحظات عشان نعرف نشيلها تاني. ومن هنا طلعت فكرة بوست نوتس اللي بقت موجودة في كل مكتبة وفي كل بيت. في يوم من الايام في مطعم في نيويورك زبون طلب بطاطس، وكل ما يقدموا له البطاطس يقول لهم تخينه وما تعجبوش ويرجعها تاني. الشيف يرفعها شويه ويرجعها له وبرضه ما تعجبوش، لحد ما الشيف كان متعصب جدا فقرر يرفع له البطاطس جدا ويحمرها زياده ويزود ملح. بس المفاجاه ان الراجل عجبته جدا البطاطس دي، ومن هنا طلعت فكره الشيبس، يعني حتى وانت متعصب ممكن يطلع منك افكار جامده. مش كل حاجة بدأت بخطة، في نجاحات بدأت بفشل، وفي بدأت بصدفة، وفي بدأت بغلطة، بس اللي فرق هنا إن في حد شاف الفرصة وقرر يكمل. النجاح ساعات بيستخبى جوه أبسط حاجة، محتاج بس عين تشوفه وقلب ما بيستسلمش.